صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنعمل صينية بسبوسة، بس بسبوسة فلت مش كيس. صلوا على النبي حبايبي. كوباية واحدة فانيليا، كوباية واحدة فانيليا وكوبايتين صميد البسبوسة بإذن الله، ونص كوباية هند ونص كوباية سكر بودرة. نقلبهم في بعض جيد خالص عشان ننزل عليهم بالسمنة. نقلبهم في الأول. صلوا على النبي. تطلع حلوة إن شاء الله وزي الفل. السمنة دلوقتي عشان الجو سخن سايحة. نصب عليها كم معلقة السمن، مقدار معلقتين سمنة، نحطهم ونعقم جيد عشان ننزل فيهم بنعجن نعجنهم. مقدار معلقتين سمنة يعني، بس عشان السمنة سايحة احترام بالنظر. لو ما عندكيش زبادي، اللبن برضو يغني عن الزبادي. يلا يا حبايبي، اها تاخد لبن او زبادي زي انتم زي الموجود في البيت. زبادي ينفع، لبن ينفع، بس ما تعجنوهاش قوي عشان ما تتعجنش. البسبوسه لازم تكون سايبه كده وهرشه كده. بيكون بودر صغيرة علشان يبقى حلوة خمرانة، يبقى مبقاش ناشفة يعني. بيكون بودر بيخليها ايه حلو. بس وهنرجع لكم ان شاء الله ونحطهم في الصينية. زي انتم شايفين ما شاء الله عليها. بإذن الله هنسويها. السكر على النار وأعقد العسل وأوريكم أنا بعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل السكر المغلي، كوباية مية، السكر، ونحط كوبايات سكر. نحط 4 كوبايات سكر. يا حبايبي زي انتم شايفين السكر، بس انا عندي سكر بودرة قلت كيس خسارة. نغليه ونسقي منه البسبوسة والجلاش. واحدة فانيليا حبايبي، نقطة ليمون. نسيبهم كده 10 دقايق على النار ونرجع لكم تاني وهما بيغلوا. صلوا على النبي. كل سنة وانتم طيبين. سنة بيض عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي البسبوسة ها طلعتها من الفرن. يلا ما شاء الله.
هنا حاجة حلوة. ها أوريكم قطع دلوقتي. يا حبايبي شوفوا البسبوسة ما شاء الله. شوفوا ازاي. اللهم صل على رسول الله. يلا يا حبايبي نحط معلقة السمنة. نقلب فيها. تلاقي البوتاجاز سخن على الحلة بتاع الصينية سخنت عشان ما تحمرش جو من مكان لمكان، لا تهدي فوق النار. أول ما تلاقيها ابتدت تروح نهدف على النار بإيدك لحد عشان يبقوا كلهم زي هنا الذهب، ذهبيين كده محروقين ولا نيين. ايدك على النار على طول يا حبيبي. يلا يا حبايبي شايفين اللون لسه برضو شوية عشان يبقى اللون بتاعه حلو خالص، عشان هو كل ما يقعد اصلا هو هادي بيحمر اكتر ويبقى لونه حلو. واحنا برضو نسيت اقول لكم ان احنا بحطهم في الكنافه، بحطها في فرن البوتاجاز، بحطها في الفريزر عشان تتهرج زي ما انتم شايفينها كده. نحمرهم في معلقه سمنه كبيره وزي انتم شايفينها ان شاء الله ابتدى يحمر اللون بقى زي الذهبي، ولا مغمق قوي ولا فاتح. ان شاء الله ولا شايفين يا حبايبي كله. يلا يا حبايبي لما نجي عند الحشو هنحشي مع بعضينا. دهنا الصينية نحشوها زي ما اتفقنا. نعمل فطرتين بإذن الله، ولا هندهن الفطيرة ولا حاجة. هنحط السمنة من فوق، كله هيحصل بعضيه إن شاء الله. يا حبايبي سهلة، طريقة سهلة وناجحة بإذن الله الطرف بتاعها. يلا يا حبايبي الحشو زي ما اتفقنا اهو ان شاء الله. ودينا اهو بنقربهم كده زي صبع الكرنب، صبع المحشي. مش بنحط سمنة، نحط السمنة في النهاية. ما شاء الله عشان اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. صلى على النبي يا حبايبي.
قطعناهم وعرفت نصين سمن. هنحط لهم سمن عشان زي ما قلت لكم احنا عملنا حطينا السمن. حط لهم سمن كويس عشان احنا محطناش خالص، دهنا الصينية وحمرنا الحشو بالسمن بس. نحط لهم شوية سمنة كويسين عشان الجلاش أبوه السمن. بعد ما أحمر الصينية نحطها في الفرن، ندخلها في الفرن وأنا بسقيها أرجع لكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. زي انتم شايفين حاجة حلوة. لازم يكون الشربات دافي، ميبقاش جرد حرارة المطبخ كده، ميبقاش لا ساقع قوي ولا سخن ولا بيغلي، عشان خاطر ما يجلدش الجلاش. حبايبي عاملة صينية كنافة حاجة خفيفة كده عشان أكمل التشكيلة. فالكنافة دي عادية زي اللي كنا بنعملها زمان، أنا مرضتش أوريها لكم. وبتبقى سهلة، تدهن الصينية وتقطع الكنافة وتحطيهم وتتحشى وتدهن من فوق شوية، تحط فيها السمنة وخلاص على كده يعني سهلة زي انتم شايفينها ما شاء الله عليها. عشان يبقوا جنب البسبوسة وجنب البقلاوة، عشان كل العيال ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك واشتراك. انتم شايفينها ما شاء الله. البسبوسة من تحت زي ما شفتوها، والجلاش والكنافة من فوق. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان يبيض عليكم إن شاء الله وعلى أمة محمد أجمعين. ما تنسوش تعملوا لنا لايك عشان كل جديد يوصل لكم، وتشاركوا في القناة. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.